ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. تعرف ان فرق السن بين عبد الحليم حافظ وعبد السلام النابلسي 30 سنة؟ في فيلم يوم من عمري حليم كان 32 سنة والنابلسي 62 سنة، ومع ذلك كانوا أصحاب على الشاشة وأصحاب في الحياة. لا وكمان النابلسي كان مطرب، أيوة بجد، ما هو غنى مع عبد الحليم حافظ. وانت زمن وليالي زمان وليالي زمان. غنى ولا ما غناش يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ ضحك ولعب وجد وحب. مساء الفل يا حلوين. الفنان الكوميدي عبد السلام النابلسي عمل مع عبد الحليم حافظ دور تاني او صديق البطل في 5 افلام، وهما ليالي الحب سنة 55، فتى احلامي سنة 57، شارع الحب سنة 58، حكاية حب سنة 59، ويوم من عمري سنة 1961. وكان بينهم كيمياء وتفاهم كبير قوي. ملون اديتكم حبايه حبايتين الله يخرب عقلك. معاش. طب انت عارف ان في فيلم معبودة الجماهير عبد السلام النابلسي كان هو اللي هيلعب دور صديق البطل مش فؤاد المهندس؟ وابتدى التصوير فعلا، لكن النابلسي مرض وابتدت صحته تتدهور والمخرج استبدله بالفنان فؤاد المهندس. النابلسي لعب البطولة دور اول يعني في فيلمين بس، حلاق السيدات سنة 60، نبهت الفياضة ذكاء المزمن، الست دي يلزمها دكتور، وعاشور قلب الاسد سنة 61. لكن هو نجح في الدور التاني اكتر، عشان كده رجع بعدها يلعب دور تاني. عبد السلام النابلسي كان الحظ وتيمة النجاح لاي فيلم يشارك فيه، وعشان كده كان بيتهافت عليه كل النجوم عشان يشتغل في افلامهم. وعلى فكرة عبد السلام النابلسي ما كانش ممثل بس، كان كاتب وليه مقالات كتير في مجلات كتير ايامها، واشتغل مساعد مخرج في 4 افلام، وكتب فيلمين وانتجهم، اللي هما فيلم حبيب حياتي والتاني حلاق السيدات اللي هو قام ببطولته. الفنان عبد السلام النابلسي امتعنا بادواره في حوالي 150 فيلم، وكان افضل ممثل قدم صديق البطل. وبالنسبه لي انا بحب قوي دوره في فيلم شارع الحب، وخصوصا المشاهد اللي مع زينات صدقي، اللي ما تتسمى، اللي اسمها مقسوم 2 تر. شبك نبك عدة وملك ايديك انسى. ياخدي شبابه حلو، ياخدي جماله حلو، عن اذنك يروح الروح. وانتوا كمان قولوا لي ايه اكتر فيلم بتحبوه للفنان عبد السلام النابلسي. ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية، وبتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام يا حلوين. عيش ايامك عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك.